تعالي لما اقولك على وصفتي المفضلة للفراخ، وخصوصا في الجو ده مش عايزين نقف كتير في المطبخ ولا قدام البوتاجاز. في ثواني هنعملها بطريقة سهلة قوي وبسيطة، وكمان اللحم بتاعها دايب قوي. انا قدمتها مع رز ابيض، هتحبيها جدا وهتعجبك بجد، من افضل الوصفات اللي بحبها للفراخ. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هنسخن طاسة على النار، هحط فيها ربع كوباية من الزيت، هنزل عليهم ب3 بصلات كبار متقطعين زي ما انتم شايفين كده، او ممكن تبشريهم او ممكن تقطعيهم جوليان او شرايح زي ما تحبي. هبتدي بقى اقلب في البصل كده زي ما انت شايفه، بس انا عايزه لونه يدبل حاجه بسيطه قوي، انا مش عايزاه خالص يغير لونه. في الوقت ده هبتدي احط معلقه كبيره من الثوم المهروس، هقلب بقى كده لحد لما لون الثوم بتاعي يصفر زي ما انت شايفه كده، مش هياخد وقت خالص. في الوقت ده هبتدي احط 2 فلفل كبير او 3، برضو الكميه ترجعلك. هقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. انا مش عايزه الفلفل كمان ياخد لون، هبتدي انزل بقطع الفراخ بتاعتي على طول. انا معايا هنا فرخه كامله مقطعاها لحوالي 12 قطعه، حاولوا بقدر الامكان القطعه تكون صغيره، بيكون شكلها احسن في التقديم، وكمان مش بتاخد وقت خالص في السوا، يدوب بتغلي غلوتين وخلاص بتكون استوت. في الوقت ده هبتدي احط طماطمايه كبيره متقطعه المكعبات زي ما انتم شايفين كده، الم بيها كل الكلام بتاعنا ده. هقلب بقى كويس قوي لحد ما كل المكونات بتاعتنا تندمج مع بعضها، بجد حاجه في منتهى السهوله ما شاء الله. هقلب بقى كده، هبتدي في الوقت ده احط التوابل او البهارات بتاعتنا. معايا معلقه صغيره من ال7 بهارات، وبابريكا وملح وفلفل اسود، ومعايا كمان كاري وكمون. هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف زي ما اتعودنا مع بعض. هقلب بقى الكلام ده كله تاني كده مع بعضه، هتلاقوا كده واحده واحده القوام بيختلف واللون كمان بيختلف، بيحلو قوي. شايفين كل حاجه شربت من بعضها. في الوقت ده هبتدي انزل بالميه بتاعتنا، حاولي تكون ميه مغليه علشان ما تاخدش وقت معاكي في الغليان. انا بس مجرد ما هغليها هنزلها في الصينيه بتاعتنا او القالب بتاعنا او حتى البايركس او الطاجن، اي حاجه زي ما تحبي. هي كده ابتدت تغلي معايا عشان الميه بتاعتي كانت مغليه. هاخدها بقى بالصوص بتاعها يا دوبك بس تغلي، انا مش عايزاها تستوي. لو عايزه تكمل سوا على النار سيبيها على النار على البوتاجاز من فوق، مش هيجرى لها اي حاجه، وقدميها مع الرز. بس انا حبيت ادخلها الفرن علشان تاخد الشوي او الشكل بتاع الشوي الحلو من فوق. هنزل الفراخ بقى بتاعتنا كده قطعه قطعه في الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، واحده واحده كده بالراحه، وهنزل بعدها الصوص كله عليها. انا حطيت زي ما قلت لكم الفرخه كامله، قطعتها لحوالي 12 قطعه، وده طبعا بيرجع لك، وانا قلت لك ان كل لما تقطعيها تقطيع صغير بيديك الشياكه في الاخر. في الوقت ده هكون محضره الفرن بتاعي ومسخناه على درجه حراره 200 او اعلى درجه حراره عندك، يا دوب تغلي. ههدي عليه النار لحد لما تستوي، هي هتاخد اللون الحلو من تحت. انا ما فتحتش عليها الشوايه، لو حابه تفتحي عليها الشوايه مفيش مشكله. وده شكلها بقى بعد لما بتطلع، بتقعد تقريبا 45 دقيقه في الفرن. شوفولي بقى الجمال ده، هو في حلاوة بعد كده؟ شايفين عاملة ازاي؟ شكل الصينية فخم جدا، اللي هيشوفها يحس ان هي دي حاجة متعوب عليها قوي، رغم ان ما اخدتش مننا وقت خالص. شايفين اللحمة من جوه عاملة ازاي؟ دايبة قوي، ورغم من كده ماسكة نفسها ما شاء الله، وبيضة ونظيفة وجميلة جدا. هتعجب كل اللي هيدوقها وكل اللي هيجربها، حاجة كده في منتهى الجمال وفي منتهى اللذاذة. هتعمليها في ثواني ومش هتقفي كتير في المطبخ. ان وصلتي بقى معانا لحد هنا، يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير.